جديدة النهاردة إن شاء الله عايز أكلمكم على بعض الحاجات هنا هتعجبك أوي لو أنت عايز تشتغل تمريض هنا في ألمانيا. تمام، يعني أنت لو تمريض في مصر وبدأت إجراءات السفر وكده فده حافز ليك. عايز أقولك إن هنا مش بيتعاملوا مع بعض بصيغة الاحترام، يعني ما بين التيم التمريض مع بعضه بيتكلموا عادي. يعني مثلا لو فرضا في مثلا تمريض أكبر منك سنا فأنت بتناديه باسمه عادي خالص. طبعا لو أنت بتتعلم ألمانيا هتعرف إن في صيغتين في الكلام: صيغة الاحترام اسمها زي، وصيغة الدو اللي هي زي ما أنا مثلا في الشغل بقول لزميلي أنت عامل إيه، مش عارف إيه، مش حضرتك عامل إيه. فدي صراحة نقطة إيجابية، يعني في ناس أكبر مني سنا ومع ذلك بننادي بعض بأسامينا بس، وهو ده العادي عندهم هنا. أعمل لكم تجربتي الشخصية. طبعا ممكن ما يكونش ده موجود في كل أنحاء ألمانيا، أنا بتكلم عن مدينة ميونخ اللي أنا شغال فيها بالفعل، فبنقل لكم تجربتي الشخصية. بس تقريبا أغلب الأماكن بيتعاملوا بنفس المعاملة تقريبا.